وسام ابو علي بيتنمرض على الاهلي. الفتره اللي فاتت وسام ابو علي جاله عرض من الدوري القطري، والعرض ده بيتقال فيه ان هو جاي له مرتب عالي جدا، بس في نفس الوقت العرض ده بالنسبه للاهلي ما حققش طموحه، لان مع احترامي يعني الفرقه اللي جايه تشتري وسام انت جاي تشتري هداف الفرقه حاليا، والاهلي فرقه مش بحاجه للفلوس بالشكل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده اصلا. فالاهلي طبيعي جدا حدد المبالغ بتاعته وقال لهم انا عايز المبلغ الفلاني. طلعت الفرقه في الدوري القطري وقالت لا انا الكلام ده ما ينفعنيش ومش هقدر ادفع ده كله. بعدها الاهلي نزل بيان ان هو اغلق ملف مفاوضات وسام ابو علي. فيطلع بقى المعلم وسام على الانستجرام وينزل ستوري مش مفهومه تماما، والستوري كان بيسخر فيه من البيان ده، ويكون بعديها عنده جلسه مع المدير الرياضي محمد يوسف، وسام يخرج ويقول لهم انا عايز امشي. ويجي بعديها وسام كان عنده جلسه ان هو يحضر فيها اشعه الرنين، وسام تخلف عنها. وبدانا نروح في سكه يا عم وسام، سكه لعيبه بتخرج من باب الصغير جدا. انا ما عنديش مشكله ان وسام ابو علي يمشي، على فكره عايز تمشي يا معلم امشي، وانت اصلا النادي مش هيقف على حد، لان بكل بساطه الاهلي هو اللي اظهر وسام ابو علي ده للعالم كله. بس انت لعيب غبي غبي بجد، يعني يوم ما انت عايز تفكر تمشي تروح فرقه في دوري اعلى، دوري يعليك، مش تروح فرقه في الدوري القطري. الاهلي اصلا طول عمره بوسام، من غير وسام بياخد بطولات وبيكسب ويعمل كل حاجه، بس الطريقه بتاعتك دي هتخليك تتنسي بسهوله جدا.